السلام عليكم فاميليا، واش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده ان شاء الله وتبارك الله عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد، وشكرا بزاف الناس اللي كتسقسي عليا، بزاف منكم كيسقسيو فين غبرتي وان شاء الله من دابا الفوق غنرجعوا لليوتيوب نبقى نديروا الفيديوهات ان شاء الله. وشكرا اي واحد كيتبعنا وكيتفرج فينا. في هذا الفيديو ان شاء الله الخوت نهضر على بزاف د المواضيع كيهموا الحراقه المهاجرين اللي عايشين هنايا وحتى اللي كيفكروا يجيو يعيشوا هنايا في اسبانيا. المعلومه الاوليه واللي هي عباره عن سؤال كيجيني بزاف، هذا السؤال كيتكرر بزاف، هما كيسقسيوني الدراري اللي كتجيب الفيزا واش يقدروا يدخلوا للسينترو مينوريس، يعني دراري صغارين مينوريس اللي كيجيو بالفيزا هنايا اللي السن ديالهم اقل من 18 سنه، واش ممكن يدخلوا للسينترو الخيريه ديال القاصرين واخا هما جاو بالفيزا؟ واش ممكن هنا في اسبانيا سواء جيتي حارق ولا جيتي بالفيزا عندك الحق تدخل الخيريه ديال المينوريس؟ واحد السؤال حتى هو كيتطرح عليا بزاف متعلق بالدراري اللي كتجيب الفيزا، واش الا جيتي بالفيزا يمكن لك تدخل سينترو دومينوريس واخا الفيزا باقي ما تسالت يعني واش تقدر تدخل الخيريه وانت باقي الفيزا باقي يعني ما تقاضاتش؟ طبعا ممكن تدخل. الحاجه الوحيده اللي نصحكم بها الدراري اللي كيفكروا يجيو هنا بالفيزا قاصرين يدخلوا سينترو دومينوريس، ولا الدراري اللي كاينين هنايا جاو بالفيزا وباقيين قاصر وخصهم يدخلوا سينترو دومينوريس، كنصحكم تمشيو للشمال ديال اسبانيا. كنرى بزاف دراري انا هنا جاو من اسبانيا بالفيزا ودخلوا سينترو دومينوريس عادي، دخلوا بقاو معاهم تما ملي كملوا 18 ديالهم صاوبوا الوراق. كاين واحد الولد من الحومه ديالي كنعرفو، مشى لبيلباو الشمال ديال اسبانيا، مشى لبيلباو، هو جاب الفيزا ومشى عند البوليس قال له بغيت نمشي لسينترو دومينوريس، جابوا له المترجمه قالت له كيفاش طلعتي، عاود لها الصراحه قال لها كيفاش جيت وانا ما بغيتش يعني نرجع للمغرب، بغيت ندخل السينترو، بغيت نعيش هنايا ندخل صافي. قالوا له ما تاخذوا معاك الاجراءات ويدخلوك للسينترو دومينوريس عادي، ما كاين حتى شي مشكل كيدخلوك يعني واخا كيعرفوا بانك جيتي بالفيزا. واللي كيفكر يجي بالفيزا ولا يجي حارق الدراري القصيرين، ننصحكم تمشيو للشمال ديال اسبانيا اللي فيها ثلاثه المدن كنظن اللي معروفين عن بيلباو. هذه مدينه اللي معروفه اللي كيقصدوها بزاف الا مشاو للشمال اسبانيا كيمشيو من بيلباو ولا سان سيباستيان ولا فيتوريا. كنصحكم تمشيو للشمال ديال اسبانيا، تما عندهم سينتروس مزيانين كيتهلاو في الدراري صراحه، عندهم معاونات كثار. حتى كاين بزاف د المدن هنا كيعاونوا، ولكن بايس باسكو الشمال ديال اسبانيا هما اللي كيعاونوا بزاف. كنصحكم يعني على حسب التجربه اللي كيعاودوا لي الدراري اللي عايشين تما، ننصحكم تمشيو نتما. جيتي لاسبانيا بالفيزا سواء تقادت ولا باقي فيها تقدر تدخل للسينترو دو مينوريس. نمشيو للموضوع الثاني واللي هو واحد السؤال اللي كيتكرر عاود حتى هو بزاف الدراري كيقولوا لي الا طلعنا لنا اسبانيا والعمر ديالنا فوق 18 سنه وطيحنا لهم مينوريس ودخلنا الخيريه، واش يقبلونا في الخيريه؟ واش يعدلوا لنا الاوراق وديك الشيء؟ المهم شرح لكم واحد القضيه، واخا انا سبق لي هضرت في هذا الموضوع هذايا. المهم سؤال كيتكرر بزاف، نحاول نجاوب عليه في الفيديو حسن باش تفهموا اكثر. هنايا تقدر تجي مثلا في عمرك 18 19 20 كتبان فيك صغير طيح لهم مينور، غالبا تقدر طيح لهم مينور يدخلوك الخيريه. ملي يدخلوك هضرت مع واحد المده غيقولوا لك خصنا طلعنا اللوازم من المغرب ولا المهم البلاد ديالك طلعنا اللوازم باش نعدلوا لك الاوراق، وانتينا مثلا عاد تفكر طلع لهم اللوازم تقول يعني العمر ديالي فوق 18 ما يقدروش يعدلوا الاوراق. المهم تحاول تعدل شي طريقه اللي باش يقدروا يعني يدفعوا لك على الاوراق، مثلا تزور ولا شي حاجه بحال هيدا، هما يقدروا يدفعوا لك ويتقبل لك الدوسي ديالك وتستنى. واش اللي باش تشبر الاوراق باش تشبر ديك البطاقه ديال الاقامه اللي كتكون قانوني هنايا، ضروري كيطلبوا لك اللوازم، كيطلبوا لك باش تمشي تبصم، راه غيقولوا لك خصك تبصم باش تمشي تبصم عند البوليس هنا ديال اسبانيا. البوليس كيطلب لك باسابورتي، كيطلب لك باسابورتي ضروري، الا ما كانش شي باسابورتي راه ما تقدرش تشبر ديك الشهاده ديال الاقامه، ديك البطاقه ديال الاقامه. وانت راه ملي عاد تمشي تعدل باسابورتي، مثلا كان عندك باسابورتي ولا ما كانش عندك وبغيتي تعدلو وباسابورتي، راه يعني خصك ضروري تطلع اللوازم ديالك، يعني كيطلبوا لك لاكارت يعني تجبر فيها السن الحقيقي ديالك، وباسابورتي راه كيعملوا لك السن الحقيقي ديالك تما. انت ملي عرفتي دير باسابورتي باش تبصم غيشوفوا عندك في باسابورتي عندك السن ديالك، وفي الوراق اخرين كيجبروا عندك سن واحد اخر. ديك الساعه يقدر يوقع لك مشكل، يقدر يترفض لك الدوسي ديالك وبحال هيدا. انا نصيحه ننصحكم اللي كيفكر بهذه الطريقه هذه مزيانه يمشي للسينترو يطيح لهم من واخا هو فوق 18 سنه، يعيش معاهم ديك المده، مثلا طيحتي لهم 16 سنه مثلا عطاو لك 16 سنه عيش معاهم ديك عامين، استفاد عمل شي كورسو، عمل التكوين، قرا تعلم اللغه. ملي كتكمل 18 ديالك ديك الساعه ما كيبقى لك والو، كيبقى لك غير عام، ديك الساعه انت كتدبر على الكونطرات وكتدفع على الوراق ديالك. نمشيو للموضوع الثالث واللي هو قضيه ديال الطلبه هنايا في اسبانيا، البنات والدراري اللي كيجيو
من المغرب ولا كيجي من اي دوله اخرى باش يكملوا قرايتهم هنايا في اسبانيا. كنظن كاين اللي عارف منكم هذه المعلومه هذيك، وكنظن الاغلبيه ما عارفاش. شحال هادي الواحد ملي كيجي هنايا قانوني على طريق الدراسه، وشحال هادي كانوا كيعطيو البطاقه ديال الاقامه هنا في اسبانيا، بطاقه ديال الطالب باش كتكون هنا قانوني، يعني كتكون طالب قانوني تقدر تهبط للمغرب ترجع. بالحق ديك البطاقه ديك الورق اللي كيعطيو لك هنايا ما تقدرش تخدم بهم، ممنوع. اما دابا لا، دابا بدلوها، دابا رجعوها يعني مزيانه وسهلوها، رجعوها ديال البطاقه تقدر تخدم بها. يعني انت كتقرا وكتخدم، الا كان كنظن عاد جبر الوقت ديال القرايه وعاد جبر الوقت ديال الخدمه. تقدر مثلا تبقى تخدم يعني 4 سوايع في النهار، تخدم ميديا خورنادا، تقدر تخدم 4 سوايع وفي نفس الوقت انت كتقرا. هاد القضيه ما نعرف واش كاينين بزاف ما عارفينهاش. يعني اي واحد هنا كيقرا هنا في اسبانيا جا بطريقه قانونيه راه كيعطيو البطاقه ديال الطالب وديال الخدمه، تقدر تخدم وتقرا. ودابا نمشيو المعلومه الاخيره واللي هي مهمه بزاف، كتخص الناس اللي بلا ورق، الناس اللي عايشين هنا في اسبانيا بلا ورق، وحتى اللي كيفكروا يجيو لنا اسبانيا. هذه يعني هذه المعلومه هذه مهمه بزاف الخوت. شحال هذه ملي كان الواحد كيكمل 3 سنين هنا في اسبانيا كيكون غيدفع على الوراق، كيطلبوا له بعض الشروط باش يمكن يدفع على الوراق. يعني خصو تكون عنده هنا 3 سنين ويكون عنده البروبوس، يكون عنده الكونتراتو ديال الخدمه. وداك الكونتراتو ديال الخدمه كيقولوا له بري كونتراتو، هي الوعد بالعمل. ديك السيد اللي تخدم معاك كيعمل لك واحد الورقه، كيكتب لك واحد الورقه بانه هذا كيوعدك بانه انت غتخدم معاه. وديك الورقه ديك ملي كتدفع انت المحكمه باش المهم كتدفع عن الكوميساريه الناس الترانخيريه، كيجاوبوك ملي كيجاوبوك صافي كتبدا تخدم. وديك الوراق اللي كيعطيو لك دعام ملي كيكونوا قريب يتسالاو لك باش تجدد الوراق اخرين دعامين، خاصك 6 شهور ديال السيغورو، خصك 6 شهور ديال السيغورو ديال التامين. وقيل التامين ديال التامين خصك تكون دخلتيه هنايا مع الدوله، خصك تكون دخلتيه باش تقدر تجدد الوراق. اما دابا لا، ما بقاش هذيك القانون هذاك. دابا رجعوا باش تدفع على الوراق، سواء كانوا عندك الوراق الاولين ما تقدرش تخدم بهم ولا كنت ان شاء الله كتدفع، خصك واحد الكونتراتو. كيقولوا كونتراتو انديفينيدو، هي عقد دائم، خصو يعمل لك واحد العقد عمل دائم وتما وصافي ما كيتقاضاش. هذه يقدر شويه صعيبه وفي نفس الوقت مزيانه. يعني صعيبه اخرى ماشي صعيبه، يعني كل واحد والتيسير ديالو. وملي كيعمل لك ديك العقد العمل الدائم، ديك الساعه هو انت خدام معاه. مثلا ماشي ضروري خصك تبقى تخدم معاه دائما. بغيتي مثلا تسالي ديك الخدمه هذيك كتسالي منها، واخا تخدم معاه شهر شهرين كتسالي صافي كيعمل لك باخا ما كتبقاش خدام معاه. وديك الشيء ما كيعنيش بانك الا صافي مابقيتش خدام معاه حيدوا لك الوراق، لا، الوراق ديالك كيبقاو لك، هذاك الوراق ديال الخدمه عادي. كتمشي تخدم في اي بلاصه اخرى بغيتي تبدل الخدمه ما كاين حتى شي مشكل. غير شنو هو ديك الوراق الاوليين كيطلبوا، ما بقاش كيطلبوا دابا 6 شهور ديال السيغور وديال التامين باش تقدر تجدد الوراق اخرين. دابا رجعوا كيطلبوا عاد 3 شهور. وباش تجي تجدد خص ضروري تكون خدام. يعني ملي يكونوا قريب يتسالوك الوراق خص تكون ضروري في ديك الايام ولا ديك الشهور تكون خدام فيهم، حيت الا ما كنتيش خدام جالس وانت تبغي تجدد الوراق ما كيتقبلولكش. خصك ضروري تكون في التا، تكون خدام. المهم الخوت كنظن شرحت كلشي. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو ونتمنى تكونوا استفدتوا، وتبارك الله عليكم والسلام عليكم.